السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى أخوات ومتابعين في الدنيا. مساء الخير، مساء الفل والورد والياسمين على كل الناس الحلوين. احنا النهارده الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفينه قدامكم كده، هي مهلبية كده بس من نوع خاص شوية. يعني احنا طورنا المهلبية شوية، يعني تقريبا زي حشوة البسكوت اللي احنا كنا عاملينها في كيكة البسكوت، صح؟ هو نفس الحشو بتاعها كده، بس احنا عملنا منه بقى مهلبية كده بألوان وأطعام وطورناها كده شوية، شكلها يبقى لذيذ وجميل كده وكيوت وحاجة حلوة كده تفرح الأولاد كلها. بس طبعا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ندعي كده لأمواتنا وأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمهم أجمعين. وندعي كده لمرضانا ومرضى المسلمين، يا رب اشفي كل مريض يا رب، واحنا من ضمن الناس. وادعي لأولادنا كده ربنا يشفيهم ويفديهم يا رب كده، ويساعدنا بيهم ويهديهم يا رب العالمين. تعالوا بقى كده ندخل الفيديو، بس ما تنسوناش كده اللي بيشوفنا لأول مرة ما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، يعني تتكوا كده اضغطوا على الجرس وهيظهر قدامكم 3 حاجات، اختاروا الكل علشان يوصلكم مننا كل جديد. وتعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. احنا معانا هنا كده 3 كيلوات من اللبن، ده أول كيلو معانا. حطينا فيه كده 3 معالق نشا، ومعلقتين من الدقيق، ومعلقتين كده من جوز الهند. وهننزل بقى شوية فانيليا كده كمان. ونزلي بقى السكر بقى اللي انتي عاوزاه، يعني السكر ده حسب الحاجة بتاعتك انتي. هتقلبي على البارد بقى كده. هنعمل بقى كله، يعني هنعمل بطعم الشوكولاتة. هتحطي برضو يعني على كوباية اللبن معلقة دقيق ومعلقة نشا. هتعدي مثلا الكيلو بيطلع عندك 5 كوبايات لبن، هتحطي مثلا 2 دقيق و3 نشا، او العكس، او 3 دقيق و2 نشا، او 2 ونص و2 ونص زي ما ترتاحي. هنعمل بالشوكولاتة، وهنعمل بالفراولة، وهنعمل بنكهة جوز الهند يعني، وطبعا كلهم عليهم فانيليا. وهنعمل بقى، بس هو احنا لسه مش ظاهرين الوقت عشان في شغل شوية. هنعمل بنكهة الكراميل، مهلبية بنكهة الكراميل، مش الكريم كراميل. الكريم كراميل حاجة تانية، لا دي بنكهة الكراميل. دي الفراولة اهي معانا، بودر فراولة، يعني بودر مهلبية فراولة. هو عندنا يعني كان عندنا في البيت جاهز، هو واللي هو بنكهة الشوكولاتة. يعني اللي ما عندهوش ممكن عادي تضربي فراولة في الخلاط وتضيفي لها نشا ودقيق وفانيليا وسكر عادي. والتاني برضو اللي هو بنكهة الشوكولاتة، انت لو ما عندكيش مهلبية الشوكولاتة دي، انت عادي برضو بتحطي كاكاو عادي وبتحطي عليه برضو دقيق ونشا بما يعادل معلقة ومعلقة، بس معلقة للكوباية، مش معلقتين من ده ومن ده، لا. يعني انتوا هتقسموا مثلا لو عندك الكيلو بيعمل 6 كوبايات هتحطي 3 و3، لو 5 2 ونص و2 ونص. بس احنا قلنا ان الدقيق هنا بيدي قوام كريمي شوية يعني، وتغيير كده في المهلبية المعتادة اللي احنا كلنا عارفينها في البيوت. يعني ابني قاعد يعيط ويقول لي اعملي لي مهلبية سمرة وحمرة وخضرة فانا فكرت ان انا بقى نعمل له احنا قلنا نعمل بيض شام نسيم في المهلبية كده، وقلنا شكل جديد يعني. وفعلا يعني العين بتاكل قبل البق كانت طالعه النتيجه جميله وهايله قوي بجد يعني. طبعا هتقلبي كل الحاجات احنا جهزناها الاول كلها، بتقلبي على البارد وهنرفعها على النار واحده واحده. احنا دلوقتي ولعنا عليها كده على النار، وهنقلب بقى لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا محتاجينه، قوام المهلبيه يعني اللي هيبقى اللي هو معاكي يعني. شايفينه شايفين هو ده. تقلت اهي. هنجيب كده معلقه قشطه بلدي وحطيها كده بقى بعد ما خلصت هو طفينا عليه النار. واضربيه. خلاص احنا كده هنضربها ونغرفها بقى في الكاسات بتاعتنا. شوفوا بقى احنا حاطين خشبة كده، بس اللي هو احنا هنميل عليها يعني،
هنغرف الكوبايه وهنميلها كده بميل شويه علشان نحط فيها لون تاني. انت بقى لو عندك اي فكره غير الخشب ده عادي، انت ممكن صينيه كب كيك تميلوهم فيها، ممكن قماشه تبرميها كده رول وتحطي عليها براحتك. يعني اللي متوفر قدامك ان انت تميلي عليه اللي انت هتغرفي فيه، يعني الكوبايات او كاسات المهلبيه بتاعتك. خدي الفكره ووظفيها براحتك، يعني على حسب الموجود عندك او المتاح ليكي. يعني احنا كده عملنا الابيض الاول اهو، فغرفنا حاجات كده تلتها، وغرفنا حاجات نصها، وغرفنا حاجات كده نص بالميل وكده، يعني بقى عشان نطلع منه كذا رسمة. يعني هنا اللي بالشوكولاتة اهو برضو قلبناه على البارد ورفعناه على النار، ولما يلف معانا برضو بتنزلي بمعلقة قشطة كده، وبس هي مش مستورة في نفس البيضة. يعني تنزلي برضو كده بمعلقة قشطة وتقلبيها كلها وتغرفي برضو. شايفين هي خلاص استوت معانا اهو. كملنا بقى يعني في حاجات كملناها وحاجات على سيبناها عشان حسب هنحط برضو حاجات تانية. يعني على حسب ما انت عايزه الرسمه قدامك ايه. يعني عايزه حاجه طبقتين ماشي، عايزه حاجه 3 طبقات ماشي، عايزه حاجه شوكولاته ساده برضو براحتك زي ما تحبي. ده طبعا اللي بنكهه الفراوله، بس طبعا هو مش باين في الكاميرا، مش باين معانا في الكاميرا اللون يعني، بس فاتح هي في الحقيقه لونها روز خالص كده، نفس عصير الفراوله باللبن، بس هي مش باينه في التصوير. انا مش عارفه ليه، يعني جايز هنا باينه شويه جنب الابيض، بس برضو باينه خفيف. يعني هي باينه اهي، يعني حاجات خفيفه كده. خلاص احنا خلصنا وغرفناها. هنعمل بقى اخر حاجه اللي هي مهلبيه الكراميل. عندنا كده حطينا كوبايه من السكر، حطهم في حاجه مفروده، ووطي النار بتاعتك خالص خالص علشان ما تسمرش معاكي السكر بسرعه ويسيح وهو لونه حلو. شايفين لونه وجماله؟ لونه جميل جدا جدا. يعني شوفوا الدرجة بتاعته، رغم ان هو كان السكر غامق. يعني حطي كده معلقتين زبدة كده، وهي هتقلبي بقى كل الكلام ده. عايزة تنزلي بالنشا واللبن على طول براحتك، وتحطي الزبدة في الاخر برضو براحتك. يعني الطريقة بقى ترجع لك انت. يعني خلاص واحنا عندنا كده بقى مقلبين النشا هنا برضو في اللبن، هننزله بقى عليه على هتحطي طول. برضو نفس المهلبيات التانية بالظبط. يعني لو عندك مثلا الكيلو 5 كوبايات، حطي 2.5 نشا و2.5 دقيق، والعكس طبعا. لو هما 6 تحطي 3 و3 على حسب كوبايتك اللي بتعايري بيها. هتفضلي بقى كده تقلبي. في هنا ملحوظة بس أنا عايزة أقولها لأي حد بيعمل مربى الكراميل أو صوص الكراميل أو مهلبية الكراميل دي، وواجهتك أي مشكلة، اللبن فصل منك وانتي بعد ما نزلتي بيه حصل تكتلات، ما ترميش الحاجة وتقولي دي باظت. لا 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 خالص، نزليها في شفشق الخلاط العادي جدا واضربيها ورجعيها تاني، كمليها على النار ولا أي حاجة، وبتنجح وبتبقى جميلة ما بيحصلهاش أي حاجة خالص. فما تتسرعيش وما تخافيش، اعملي بقلب جامد، ولو واجهتك مشكلة هتتحل برضو عادي. شوفوا هنا الأبيض احنا نزلنا عليه بصوص الكراميل اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، بس طبعا بقى عشان المهلبية سخنة هو هيبقى سايح وناح ويغرقها كلها دلوقتي. طبعا عشان وقت الفيديو احنا مش عايزين نستنى لما تبرد يعني، لكن هي لو كانت باردة ما كانش هيسيح وينزل جواها، لكن هو نزل بقى وعدى جوه خالص. يعني هو وصوص الفراولة. شايفين هنا باين المهلبية البيضة من المهلبية الروز يعني، والكوبايات اللي هي امال فين شايفين احنا كنا بقى ايه. انا كنت عايزاه يفضل على الوش بس، وتحتيه اللون الروز، بس هو علشان المهلبية كانت لسه دافية شوية، ما سقعتش بالدرجة اللي هي يعني، هو بقى ساح خالص نزل تحت. نزل تحت او ما خالص تبقيش بقى، تكتري، يعني ما حطوش كتير مثلا، او ما تكتريش مثلا. يعني هو ده صوص فراولة كان جاهز عندنا، لا مش هو معمول يعني، هو فايه جاهز، بس انا
كنت بحسبه هيبقى تقيل يعني وهيعمل لي طبقه كده على الوش، هو ده اللي انا كنت عايزاه. شايفين نزل في الكوبايات ازاي ان تحت؟ انا اعمل مثلا لون روز كده وفوقيه طبقه بقى كده من الفراوله، صوص الفراوله، تفضل طبقه كده شبه المربى يعني. بس يا ريتني حطيت مربى كان احسن. انا عارف كنت لسه اقول مربى، يعني يا ريتنا لان انا حطينا زعلت مربى. جدا يعني بقى ان انا ما كنتش عايزه النتيجه دي، بس لا يلا بس خير. حلوه مش وحشه هي يعني. حلوه بس لون مش برضه. اللي انا كنت عاوزاه يعني، مش النتيجه اللي انت كنت عايزه توصلي لها، بس خير يعني. زوقي بقى باي حاجه عندك، بالمتوفر عندك حسب امكانياتك. اه اي حاجه. عندك بسكويت اوريو، احنا كان بسكويت عندنا زبده. البسكوتات دي حطينا منها كده شوكولات اه شيبس، صابع الفلوتس دي. اي حاجه عندك عايزه تزوقي بيها زوقي بيها والله، ولو ما زوقتيش خالص عادي يعني، هي برضو هتتاكل برضو طعمها عادي جميل يعني. وجميله، بس يعني بدل موجود والحاجه بتساعدك لما بقى موجود في البيت. شويه حاجات مختلفه من كل حاجه كده، وانت جيتي تعملي اي حاجه صراحه بتبقى مشجعاكي اصلا على الشغل يعني. فهو صراحه احنا ما اشتريناش حاجه، هو كله موجود يعني، كله متوفر. فاديها بقى يعني، ساعديها بقى ان هي تطلع معاكي باحسن شكل وافضل حاجه يعني. احنا بقى قلنا بما ان هي بقت شم النسيم وطماطم كده على بطيخ، فقلنا بقى اديها ايه اديها كده ملبس وحاجات كده. حطينا بقى شيكابوم، بما ان شم النسيم اجى بدري بقى هنا نساعده بقى احنا كمان. بس والله يعني هي كشكل كانت هايله بجد. دايما اختيارات ربنا جميله يعني، الحمد لله. شايفين الاشكال اللي معانا بقى كده، كل شكل بشكل اهو. صنفي انت بقى ايه نفسك زي ما انت عاوزه يعني، تحطي ايه مع ايه، ايه في ايه براحتك. يعني اتنين اختاري تلاتة الالوان بتاعتك. براحتك يعني. وعلى فكره ممكن تنفذوا الفكره دي باي عصير انت عايزاه يعني. ممكن تعملي عصير مانجا، ممكن تعملي عصير فراوله وتعمليه مهلبيه، بصي براحتك خالص. الحلويات دي بحر، بس انت فكري وشغلي مخك هتطلعي حاجات حلوه قوي 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 يعني. يعني انت ممكن تبقي مبتكره في مطبخك بس بامكانياتك انت. فشايفين بقى كده الكوبايات اللي احنا كنا جايبينها وبنقول لكم بقى عشان بقى نعمل، في احنا دي اول مرة بقى اللي وريناها نحط لكم فيها في عرض في فيديو المشتريات. مشتريات رمضان. حلوة حلوة بصراحة يعني، والله بجد حلوة. يعني اي بقى حاجة حلويات ننزلها بقى، خديها ان انت هتعمليها مثلا طبق في رمضان. اه كل يوم تعملي حاجة، مش لازم تعملي كمان الكمية اللي احنا عاملينها دي. انت ممكن مثلا تعملي نص كيلو بس، انت ممكن تعملي كيلو واحد بس واربع ترباع بس، عملتي كل كوباية بلون يعني. بصي صنفي نفسك براحتك، انت بتعملي كميتك ده على قد عيلتك يعني. انت لو طلعلك بس طبق واحد كل واحد فيكم كده او كوباية، خلاص كده تمام اوي الحمد لله. وبس كده كانت حلقتنا النهاردة الجميلة دي بالاشكال الدنيا الجميله اللي انتوا شايفينها دي. جربوا بقى الوصفات دي وان شاء الله تعجبكم. بجد كانت هايله وان شاء هايله. الله حلويات كتير باذن الله هتنزل لكم، بس احنا مستنيين ايه عمر يعني عمر رمضان خد شويه. عمر بقى اللي هو طالب الاحمر والاخضر والاصفر اكيد خد والاسمر. اجا عصير خد الطماطم ده بقى صحيح. وقال لي تسلم ايدك يا ماما جميله. بص ومحمد بقى اول ما فتح التلاجة، الله يا ماما دي انتي مظبطانا. قلت الالوان له دي. بس ياك يتمر هيتمر والله هيتمر. آه، يا رب كده نكون فدناكم بأي حاجة، تكونوا استفدتم أي حاجة مننا، ولو فكرة حتى بسيطة وملهاش علاقة بالموضوع وانتي توظفيها براحتك. بس طبعا احنا كل قصدنا ان انتوا تستفيدوا. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو مش مشتركة في القناة انزلي دلوقتي حالا اشتركي معانا وفعلي الجرس، وانتظرونا ان شاء الله في فيديو احسن واحسن.